من أنهى عملية السلام. بعد زيارة الرئيس التركي أردوغان لولاية آمد، أصبح الحديث حول عملية السلام المغيبة عن الواقع منذ أمد بعيد حديث الساعة والموضوع الساخن للنقاشات. فقبل توجه أردوغان لآمد كان الحديث دائرا حول عملية سلام جديدة، غير أنه وبعد تصريح أردوغان قائلا لسنا من أنهى عملية السلام، بدأت الأطراف السياسية بإطلاق التهم المتبادلة جزافا، فكل طرف اتهم الآخر بإنهاء عملية السلام هناك. فاتهمت الباكيكا وحلفاؤها أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم بإنهاء العملية. من جانبه اتهم أردوغان وأعوانه قادة الباكيكا في قنديل بوقوفهم وراء فشل عملية السلام دون التطرق والإشارة إلى زعيم الحزب المسجون في إمرالي عبد الله أوجالان. وهنا يطرح سؤال بالغ الأهمية في الأروقة السياسية نفسه، وهو من أنهى عملية السلام وأفشلها؟ ما يختتم به الكلام سنقوله بداية، ألا وهو أن كلا الطرفين تسببا في فشل عملية السلام وإنهائها. فيا ترى هل باستطاعة الباكيكا وآكابا الاستغناء عن بعضهما البعض؟ عندما بدأت المفاوضات بين الطرفين لم يكن الهدف المنشود للطرفين هو التوصل لعملية سلام حقيقية قطعا، فكان كلا الطرفين قد عبرا منعطفات صعبة وأوقات قاسية، فكانا بأمس الحاجة لتنفس الصعداء وبدء مثل هذه المفاوضات. فالباكيكا كانت تعاني عسكريا ومنيت بخسائر فادحة، فلم تكن قادرة على التواجد في الجبهات الشمالية بسبب الشلل التام الذي أصابها نتيجة استهداف الغارات الجوية المكثفة لقنديل، فكانت تأمل إدامة نضالها في كردستان سوريا، غير أنها لم تقدر على نقل مسلحيها هناك بسبب حرب تركيا، فكان تمركز قواتها في روج آفا بمثابة شريان الحياة لها. من جانبها كانت آكابا تحاول التحكم بزمام الأمور، غير أن تربص أرغنكون وجماعة فتح الله جولان لها ومحاصرتهما لها في أوجها، فبدأت عملية السلام وإيجاد حل للقضية الكردية في تركيا. وإن لم تكن الحكومة جادة في إيجاد الحلول لها، فهذا الأمر على أقل تقدير سيساعدها في تخفيف وطأة المعارضة عليها وإحلال بعض الاستقرار، وإن لم يكن كافيا إلا أنه سيفتح آفاقا إيجابية لابد. فبات الصراع مفتوحا بين آكابا وجماعة فتح الله جولان، ولم تكن العملية السلام تجري سرا في أوسلو قطعا. باختصار، عندما شرعت الأطراف بعملية السلام لم يكن هدفها إقرار سلام مستديم وحقيقي بتاتا، بقدر ما كانت تنوي استغلال المزيد من الوقت لترميم ذاتها ولملمة شتاتها. ولما نال كل طرف منهما مبتغاه ولملم شمله، استغنى عن المفاوضات من أجل السلام الوهمي وترك العملية كما هي. ما هي مكتسبات عملية السلام لكلا الطرفين؟ عرفت الباكيكا على الساحة الدولية عن طريق روج آفا، فبعد مقتل 13 جنديا تركيا في فارق، بدأت تلك التنظيمات المهترئة والمتشتتة نتيجة الهجمات العنيفة تلملم شتاتها وكأنها بعثت من جديد، وانخرط العديد من المقاتلين الجدد في صفوفها، وعقدت اتفاقية استراتيجية مع إيران تضمن لها من خلالها تواجدها في كافة المناطق الكردستانية. فاستفادت الباكيكا من الفوضى والاضطرابات التي عصفت بالشرق الأوسط من خلال ما سمي بالربيع العربي بكسب مكانة الحليف مع إيران. والأهم كانت محاولات الباكيكا الجادة للاستفادة من الصراعات الداخلية للدولة التركية، فكانت تلعب على وتر الخلافات والصراعات بين آكابا وجماعة فتح الله جولان. ويذكر أن ممثل جماعة فتح الله جولان في السليمانية بعث رسالة لجميل بايك لبدء صفحة جديدة من العلاقات الخاصة بين التنظيمين. كما عقد قيادي الباكيكا ومسؤول تنظيماتها في الشرق الأوسط رضا آلتون اجتماعا خاصا مع جماعة جولان لهذا الغرض. هذه التطورات وجهت الباكيكا عام 2014 لحفر الخنادق في منطقة الجزيرة، ولم تشرع في محاربة الجيش التركي هذه المرة، بل شرعت بحرب خاصة مع قوات الشرطة التابعة لحكومة آكابا، حتى وصل الأمر بدوران كالكان ليقول لو التزم الجيش التركي معسكراته ولم يشارك في الحرب فلن نحاربه إطلاقا. وأبدى بأن حربهم هذه هي ضد الشرطة في محاولة منهم للقول بأنهم لا يعادون الجيش والدولة التركية،
بل حرب ضد حكومة أكابا وجهاز شرطتها. في الجانب الآخر رأى أردوغان أن عملية السلام لا تسير وفق رؤاه وإرادته، فلم يتوقع إطلاقا أن تعقد الباكيكا مثل هذه العلاقات مع جماعة فتح الله كولان. كما أراد لعب لعبة عظيمة في سوريا، فكان يعتقد بداية بأنه سيكسب دعم الكرد وسوريا أيضا من خلال عملية السلام التي عقدها مع الباكيكا، غير أن الرياح لم تجري بما اشتهته سفنه ولم يتحقق مخططه من هذه العملية، فأصبحت عملية السلام العقدة المستعصية. فكلا الطرفين كان يحاولان الصيد في الماء العكر والاستفادة من الفوضى العارمة والصراعات المميتة في المنطقة، لذا تم إنهاء عملية سلام في 15 تموز عام 2015. في 11 من تموز أعلنت الباكيكا عن إنهاء الهدنة، وفي 17 من نفس الشهر صرح أردوغان بأنه لا يعرف أصلا معاهدة باسم طولما باغشا، فتوالت النكبات من جديد. ففي 20 من تموز ارتكبت مجزرة في برسوس، وفي 22 تموز تم العثور على جثتي شرطيين مقتولين في جيلان نار، واستساغت الباكيكا تضلع قواتها في الحادث لتقوم المقاتلات الحربية التركية في ليلة 23 من تموز بشن غارة جوية عنيفة على هذه التنظيمات، فتوجه الطرفان نحو الحرب. الباكيكا شرعت بحفر الخنادق، بينما شرعت تركيا باستخدام التكنولوجيا المتطورة. وما نعرفه نحن هو أن عملية السلام انتهت، غير أن العلاقات لم تنقطع كليا، بل ما زالت اللقاءات المباشرة وغير المباشرة تجري بشكل أو آخر لغاية يومنا هذا. وبالحديث عن النتائج باختصار، كلا الطرفين لم يجدا ضالتهما في العملية وفق مصالحهما الخاصة، فاختارا نهج الحرب وسياسة التسلح عوض السلام والحل. نتائج إنهاء عملية السلام: ألحق الباكيكا دمارا وتهجيرا واسعين بكردستان تركيا إثر حرب الخنادق، بينما واجهت أكابا وضعا متأزما ليس بمقدورها التحكم به والسيطرة عليه، فلو انتهت عملية السلام فستدمر، ولو أديمت فستجلب الفوضى والاضطرابات، غير أن أكابا ليست هي الدولة بذاتها، وفشلها لا يفهم منها سقوط الدولة التركية وانهيارها. باختصار شديد، الذي عانى الويلات والمآسي من خلال هذه المعادلة هو الشعب الكردي وكردستان. والسؤال المفروض طرحه هنا هو: عوض التساؤل عمن أنهى عملية السلام، أليس المفروض أن نتساءل ما هو الحل الحقيقي وأين يكمن ومن يقدر على تقديمه؟ كون هدنات وقف إطلاق النار والبحث عن حلول سلمية منذ عام 1993 إنما أقيمت بالأشخاص الخاطئين غير المناسبين، كما نوقشت حوارات بلا معنى، فمن المؤكد أن النتائج ستكون معدومة. فعملية السلام التي أعلنها أردوغان في 28 كانون الأول عام 2012 عندما قال نرتب لقاءات مع عبد الله أوجلان في جزيرة إمرالي، كانت نواياها خاطئة وحساباتها غير دقيقة وحلولها غير مناسبة، لهذا منيت بالفشل، فكلا الطرفين أنهيا عملية السلام وأفشلاها.